عند دلك جسمين غير مشحونين ببعضهما هتنتقل الإلكترونات من ذرات سطح أحدهما. يبقى السطح أثناء الاحتكاك، خلاص، يبقى ده جسم وده جسم، ذرات السطح ده مع ذرات السطح ده اللي هي وسط الاحتكاك، خلاص، او وسط الدلك، هتنتقل من ذرات احدهما الى ذرات الاخر. هتنتقل الالكترونات من ذرات سطح احدهما الى ذرات سطح الجسم الاخر اللي هو كان A و B، فيشحن كلاهما. يبقى الدالك اللي هو بيعمل احتكاك، خلاص، والمدلوك، خلاص، الدالك والمدلوك. الدالك اللي هو بيعمل احتكاك بالتاني، خلاص، الدالك والمدلوك يعني الجسمين. مالهم الجسمين يا صديقي؟ هيشحن. اللي هيفقد الكترونات هيشحن بإشارة موجبة، اما اللي هيكتسب الكترونات هيشحن بإشارة سالبة. الاتنين هيشحنوا بنفس المقدار، ده اللي هيفقده ده هيكتسبه ده، بس عكس الايه؟ نوع الإشارة. ادي الجسم، ده الجسم اللي هيفقد الكترونات، ده الجسم اللي هيفقد الكترونات، بيبعد الالكترونات عنده، هيتشحن بالشحنة ايه؟ الموجبة. طب ده الجسم اللي رايحه له الكترونات، هيتشحن بالشحنة ايه؟ السالب. يبقى هما الاتنين اتشحنوا بنفس الشحنة بس مضادة لبعضها، خلاص، يبقى بشحنات كهربية متساوية ومضادة للآخر. يبقى عندما يفقد الجسم إلكترونات، في المقدمة كان الجسم إيه مثلا؟ يحمل شحنة موجبة عشان هو فقد إلكترونات، وعندما يكتسب جسم إلكترونات اللي هو كان الجسم بي، خلاص، هيكتسب فهيحمل شحنة سالبة. يبقى ده هيفقد إلكترونات، أما ده هيكتسب إلكترونات. يبقى كده بعد الاحتكاك حصل لنا ان في اجسام موجبه وفي اجسام مشحونه بشحنه سالبه، يبقى الجسمين اتشحنوا. لو جبت جسمين مشحونين زي بعض هيتنافروا، لو جبت جسمين مشحونين مختلفين هيتجاذبوا. بص يا صديقي، كيف تؤثر الاجسام المشحونه، نغير بس القلم يا حبيبي، على بعضهما؟ امتى تتجاذب وامتى تتنافر؟ تتجاذب الاجسام المشحونه عندما تحمل شحنات مختلفه، يكون واحد موجب والتاني سالب، هيتجاذبوا مع بعض. تتنافر يعني تتباعد عندما تحمل شحنات كهربيه متشابهه، اذا كان ده موجب واذا كان ده موجب هيبعدوا عن بعض، ده يروح كده وده يروح كده. طب اذا كان ده سالب وده سالب هيبعدوا برضو عن ايه؟ عن بعض. اهو نفس القصه، سالب مع سالب، ده هيروح كده وده هيروح كده. طب موجب مع سالب هيحصل بينهم ايه؟ تجاذب. طب موجب مع موجب، ده هيروح كده وده هيروح كده.